البرلمان المحترم، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم، السيد معالي الوزير الأول، السادة معالي الوزراء، السيدات والسادة أعضاء مكتبي البرلمان، زميلاتي زملاء أعضاء البرلمان بغرفته، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تدخل الجزائر اليوم عهدا جديدا في تاريخها النضالي الطويل لبناء دولتها المعاصرة، وهذه المرة من خلال المصادقة على النسخة المعدلة للقانون الأسمى للأمة ألا وهو الدستور، وما أطره من نقاش وطني بين جميع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وشكل هذا الموعد سانحة لجميع الفعاليات الحية في البلاد التي تطمح إلى مستقبل واعد ومكانة مرموقة بين الأمم المتحضرة، للتعاطي إيجابيا مع مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليكا المعدل، خاصة وأن كل المؤشرات جاءت بضمانات مطمئنة للرأي العام وبددت المخاوف التي دأبت أبواق إعلامية وسياسية على الترويج لها كلما جاء الحديث عن تعديل الدستور. ولن يتم ذلك إلا عبر تطليق النقاش السياسي الإيديولوجي العقيم وإحداث قطيعة حقيقية مع نظرية المعارضة من أجل المعارضة ودون تقديم بديل جاد. فالذين لم يتخلصوا بعد من الترسبات وما زالوا إسراء الماضي لا مكان لهم في خارطة المستقبل. فالجزائر اليوم بدستورها الجديد تسجل قفزة نوعية للجزائريات والجزائريين، وستواصل إبحارها دون مكبر صوت إلى غاية مرفع الأمان، وهو بناء دولة الحق والقانون التي تضمن الحريات العامة. إن البصيرة التي تمكنت بفضلها البلاد طيلة السنوات الماضية من إحباط سلسلة المؤامرات الداخلية، ابتداء من افتعال أزمة القبائل مرورا بأزمة الزيت والسكر إلى أزمة غرداية، وحافظت على أمن واستقرار البلاد أمام الإرهاب القادم من دول الجوار وغزو المخدرات، قادرة اليوم على وضع دستور عصري مرن يتلائم مع تنوع الأمة الجزائرية ويحترم نضال شعبها الذي لم ينقطع يوما، ويعطي الأمل لشبابها في غد واعد. وما دام أن الغاية النهائية هي أن يصبح الشعب هو الحكم الأوحد وصاحب القول الفصل في التداول على السلطة، فإن قوى الحكم والمعارضة مدعوة على حد سواء إلى التصالح مع الذات والالتحاق بالركب. وما المصالحة الوطنية اليوم إلا مرجعية لنا جميعا نعود إليها في كيفية التعاطي مع المواعيد التاريخية الكبرى للأمة، فالذي تضيق به السبل ولا يدري إلى أين يتجه عند مفترق الطرق ما عليه إلا أن يعرف من أين جاء وأين كان، وبالمختصر المفيد أن يجري عملية مقارنة بسيطة بين سنوات الدم والجمر في التسعينات وسنوات الألفين، حين أصبح البلد آمنا بفضل السياسة المصالحة الوطنية، حيث أسقط الجزائريون من قاموسهم السياسي مغامرة رفع السلاح في وجه الدولة من أجل الوصول إلى السلطة. وما ذلك بالأمر الصعب على الجزائر المتشبع بالوطنية، إذ سجل تراجع الخطر الإرهابي وعودة الاستقرار والأمن إلى ربوع البلاد، وبناء آلاف المؤسسات التربوية والثقافية والصحية، وإعادة تنشيط المؤسسات الصناعية الكبرى. وبفضل هذه السياسة الاجتماعية تمكن الشاب البطال أن يجد منصب عمل ويحصل على سكن. سيدي الرئيس، في الوقت الذي تبشر فيه قوة سياسية وإعلامية داخل البلاد بحدوث الأسوأ في قادم الأيام بناء على تخمينات وتأويلات لانعكاسات انهيار أسعار البترول، فإن عواصم القرار الدولي تتابع باهتمام بالغ التطورات التي جاءت بها التعديلات، خاصة في مجال تعزيز الحريات وتقليص الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي مؤشرات أساسية تعتمدها الدول الغربية في بناء مواقفها الخارجية تجاه تطور المنح الديمقراطي في دول العالم الثالث، حيث عادة ما تربطها بالمساعدات الاقتصادية والصفقات التجارية. لقد أعلنت دول عظمى عريقة في الديمقراطية تباعا وعلى لسان مسؤولين سامين عن اهتمامها بالأوضاع السياسية والاقتصادية للجزائر، وأكدت أنه يهمه استقرارها باعتبارها حليفا استراتيجيا لا يمكن تجاوزه، ليس فقط في محاربة الإرهاب التي أصبحت عالمية بمفهومها السياسي والجغرافي، ولكن أيضا شريكا عن طريق مقاربة سياسية. هذه الدول العظمى التي سبقتنا بعقود في تجارب الديمقراطية أثنت على ملامح الدستور الجديد الذي تمت صياغته بمعايير عالمية وبنفس المعايير المعتمدة في الدساتير المعاصرة. وبالعودة إلى مشروع القانون المتضمن تعديل الدستوري، فإنه تحصل على مدار المحطات والأشواط التي قطعها على الصلاحية من مؤسسات الدولة، وحاز على تزكية أغلبية واسعة من الطبقة السياسية والجمعيات الوطنية والمجتمع المدني،
وها هو اليوم في محطته الأخيرة يعبر بسلام وأمان. إن مشروع تعديل الدستور الذي عرض علينا نعتبره بمثابة دستور جديد للبلاد، نظرا للنسبة الكبيرة من التعديلات التي مست جميع فصول وأبواب الدستور المعمول به حاليا، فضلا عن الكم الهائل للمواد الجديدة التي تم إدراجها في المشروع الجديد. ما من حيث المضمون فنسجل في كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بمجزومة بارتياح كبير بأن المشروع الجديد للدستور قد أدرجت فيه تعديلات غاية في الأهمية حول الكرامة الإنسانية والعدالة والحريات والحقوق وتعزيز سلطة الشعب في اختيار ممثليه في جميع المؤسسات المنتخبة، انطلاقا من المجالس المحلية وصولا إلى مؤسسة الرئاسة وبطريقة شفافة، ما يجعل الوثيقة تمثل قفزة نوعية إلى ما يسمى بالجيل الرابع في الحقوق، لتضمنه على وجه الخصوص الحق في الثقافة والحق في العيش في بيئة سليمة، إلى جانب الحقوق الاجتماعية الأخرى على غرار الحق في التعليم وفي الطب المجاني والضمان الاجتماعي والحق في السكن، علاوة عن الحق في الإعلام والحق في الوصول للمعلومة، فضلا عن حرية التجارة والاستثمار. سيدي الرئيس، لقد حمل مشروع التعديل الدستوري إجابات شافية للطبقة السياسية سواء الحاكمة والمعارضة، لما أعطى ضمانات شديدة لنزاهة العملية الانتخابية وإدارتها بطريقة شفافة ومستقلة من قبل هيئة عليا، كما منح صلاحيات جديدة لصالح المعارضة، وهي ضمان إخطار المجلس الدستوري من قبل الأقلية عندما ترى أن الأغلبية استهترت بحزمة القوانين. واستجاب المشروع إلى مطلب غلق العهدات الانتخابية وتحديدها باثنتين فقط بعد اللغط الذي أثير حولها بعد فتحها عام 2008، استجابة لمطلب الشعب تجاه رئيس ذو ميزات تاريخية ونتائج معتبرة جعلته في مكانة خاصة لدى أغلبية الجزائريات والجزائريين. سيدي الرئيس، لقد أجاب مشروع قانون تعديل الدستور على جموع الشعب الجزائري العريض الذي حاول معارضون مفلسون وإعلاميون ماجورون أن يصموه في ظل النقص في توصيل المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، حيث أكد على ضمان الطابع الاجتماعي للدولة وأن تبقى المؤسسات الاستراتيجية ملكا للمجموعة الوطنية، كما كرس الدستور الجديد الحق في التوازن الجهوي ومنع عقوبة الحبس في حق الصحفيين. واللافت في التعديلات الجديدة للدستور كونها مكنت المعارضة من الحصول على مكاسب غير مسبوقة، حيث أصبح لها وجود واضح داخل البرلمان، كالحق في التمثيل داخل هياكله والحق في الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية. كما أحدثت تعديلات المشروع الجديد توازن بين غرفتي البرلمان وأنشطة العمل البرلماني من خلال منح صلاحيات تشريع لمجلس الأمة، سيما ما تعلق منها بشؤون خاصة بالنشاطات المحلية للمنتخبين وتهيئة الإقليم. أما أولئك الذين لا يعجبهم العجاب فما عليهم إلا إعادة قراءة الأحداث والتطورات ويتمعنوا جيدا في التعديل الدستوري. سيدي الرئيس، إن المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة تشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لطرح مشروع تعديل الدستور بهذا الشكل، هذا التعديل الذي سيسجله تاريخ الجزائر المعاصرة بحروف من ذهب. كما نبارك ونتمن كل ما جاء في هذه الوثيقة كونها تؤسس بحق لدولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، ونعلن تأييدنا المطلق للحكومة وللدولة الجزائرية، وندعو الزميلات والزملاء أعضاء البرلمان بالغرفتين بالتصويت لصالح المشروع، ضمان التماسك الاجتماعي بالاستقرار الوطني واستكمال بناء المؤسسات وترقية الديمقراطية وفاء للشهداء. شكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي في مجلس الأمة. الآن الكلمة للسيد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني